السلام عليكم. عمر بن أبي ربيعة هو شاعر غزلي، يذكر أنه ذات مرة ذهب إلى محبوبته بين خيام أهلها وجعل يواصلها وجعلوا يسمرون الليل كله، فلما تقضى الليل وبدأ أهل الحي يستيقظون قالت له محبوبته: ماذا نصنع؟ وقد أصبحوا في مشكلة كبيرة. فقال لها عمر بن أبي ربيعة: أباديهم، فإما أفوتهم وإما ينال السيف ثأرا فيثأر. فقالت: أتصديقا لما قال كاشح علينا وتحقيقا لما كان يؤثر، فإن كان ما لا بد منه فغيره من الأمر أدنى للخفاء وأستر. أقص على أختي بدء حديثنا وما لي في أن تعلم متأخر. يقول عمر: سأباديهم، أي أخرج عليهم، فإما أن أنجو منهم وإما أن ينال السيف ثأرا فيثأر ويكون القتال. فقالت له: بهذا الفعل ستصدق ما قاله الوشاة عنا، ولكن لدي رأي أصوب. سأقص على أختي هذه المشكلة لعلهما أن يطلبا لك مخرجا. فقصت على أختيها فأقبلتا فارتاعتا، ثم قالتا: أقلي عليك اللوم فالخطب أيسر. وقالت لها الصغرى: سأعطيه مطرفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر، يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر. فكان مجني دون ما كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر. يقول هنا عمر أنني نجوت بهذه الفعلة بفضل المجن، والمجن هو الدرع. وماذا كان مجنه؟ 3 شخوص، أي 3 أناس، 3 من البشر، كاعبان ومعصر، وهذا وصف للفتيات. وكان يتقي بخروجه بينهن أعداءه الذين ينتظرونه في الخارج. فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي: أما تتقي الأعداء والليل مقمر؟ وقلنا: أهذا دأبك الدهر سادرا؟ أما تستحي أو ترعوي أو تفكر؟ إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر.